السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، واموركم كلها تكون مزيانه. مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. نتمنى كاع اللي كيتفرج في هذا الفيديو يا ربي يسهل عليه ويقدر ليه كاع اللي كيتمناه في حياته يا ربي، ويسهل على كل واحد يا ربي ان شاء الله. المهم اليوم واحد النهار زوين وخارجه فيه، وقلت نخرج معايا البنات. فيه الشميشه وواحد الجو غزال. المهم انا غادا للبحر ان شاء الله، وقلت نضرب دويره مع البنات نسمعوا شويه الامواج ديال البحر ونشموا الهواء شويه ونتغداو تما ان شاء الله. وخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تكتشفوا كاع شنو غادي ندير فيه ان شاء الله. يلا هو معايا. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا جينا باش نتغداو. ولدي كان فيه الجوع وحتى حنا فينا الجوع. جينا ناكلوا الحوت على برا. انا كيعجبني صراحه ناكل الحوت على برا منين نطيبو في الدار. فاش كنطيبو في الدار ما كيعجبنيش ناكلو على برا، كيعجبني. المهم كيف ما كتشوفوا معايا جالسين في واحد البلايصه فيها واحد المنظر زويون كيشوف البحر. وهذه هي الغديوه ديالنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا. انا الحوت على برا كما قلت لكم كيحمقني الواعر، ما عرف شنو كيديروا فيه.
غروب الشمس وزوين بزاف وماشي هذا حيت هايج البحر هايج كما كتشوفوا معايا، فيه واحد الجو رائع ما فيهش الناس بزاف، الناس قلال وبعاد. انا كيعجبني هكا خاوي، فاش كيكون عامر بزاف ما كيعجبنيش بزاف. صراحه كاين فيه واحد الجو رائع بزاف وزوين. وكتبقاي تسمعي داك الاصوات ديال الامواج وداك الفرخ اللي كيبقاو يغوتوا. صراحه واحد الجو زوين بزاف. كيجري على الغمه اللي بغى يرمي بالهم ويبقى شويه مرتاح يمشي حدا البحر ويجلس يتصنت. المهم نتمنى يعجبكم هذا المنظر هذا كما كتشوفوا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ المهم بعد ما دخلت للدار في العشيه بغيت نحضر واحد الفلون وقلت نشاركو مع البنات حيت كيجي زوين بزاف ورائع ولذيذ بزاف. انا الفلون المفضل عندي هو هذا اللي كنحضر في الدار، كيجي زوين بزاف وفيه واحد المكون اللي كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. المهم في المكونات ديال هذا الفلو غادي نحتاجو لتر ديال الحليب، وهنا عندي كاس ديال لا كريم فريش. هذا هو هاد لا كريم اللي كتخليه باش يجي بنين في المذاق ديالو. هنا لتر ديال الحليب درت فيه هذا الكاس ديال لا كريم فريش. وعندي هنايا فلون، انا عندي هنا فلانينيو ديال اسبانيا. المهم البنات اللي ما لقاتش بحال هذا متعودوا بالفلون العادي. انا عندي هذا كيجي زوين بزاف في المذاق ديالو، وتا الفلون العادي عادي نكهه عاديه كيجي زوين حتى هو. وهنايا عندي واحد الزا فانيلا، وهنا عندي مايزينا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحتاج واحد المعلقه ديال المايزينا ولا معلقه ونص في هذا اللتر ديال الحليب، وخليكم معايا باش نحضره ان شاء الله. البنات خديت هاد الكاسرونه هادي درت فيها الحليب ولا كريم فريش. دابا غادي نضيف المكونات الاخرين والحليب بارد باش ما يتحببوش كيف ما غتشوفوا معايا. نضيف الفلو هذا نضيف المكونات كاملين كيف ما كتشوفوا معايا، والحليب بارد باش ما كيتكوروش ليا. نضيف سكر فانيلا، نضيف وغادي نضيف هنايا هانتوما البنات ديال المايزينا، هانتوما معلقه ونص ديال المايزينا. هنا البنات غادي نضيف واحد 2 معالق ديال السكر، وغادي نبدا نخلط كلشي. شوفوا معايا كتبقى فيه حتى شي حاجه. دابا غادي نوضعو فوق النار، نبدا نحرك فيه ما نوقفش من التحراك. وانا البنات كيف ما كتشوفوا معايا نبقى نخلطو بحال هكا حتى
حتى يبدا يطبخ ويبدا يتقال، ما توقفوش على التحريك. هانتوما البنات غيبدا كيطبخ وبدا يتقال، شفتوا؟ هانتوما ما خصكمش توقفوا عليه من التحراك باش ما كيتكورش يتخسر لكم، خصكم تبقاو ديما تحركوه حتى كيطيب. هانتوما شفتوا كيفاش ولا؟ هانتوما شوفوا البنات كي ولا، شفتوا؟ دابا غادي نطفي عليه وغادي نخليه تيبرد، غادي نديروه في واحد المول ونديروه في الثلاجه حتى يبرد ان شاء الله. غادي نرجع باش نقدمه معكم ان شاء الله. البنات بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا عندي هذا المول هذا طويل. المهم نتوما تقدروا تستعملوا اي مول عندكم، غلفتوه بسلوفان باش فاش نبغي نحيدو يجيني ساهل. المهم كيف ما كتشوفوا معايا ممكن تستعملوا اي مول اللي هو عندكم نتوما. انا عندي هذا الطويل هذا استعملت فيه الفلوم. المهم كل واحد وشنو عنده استعملوا اللي عندكم. هو كيجي لهذا الشكل هذا. هو البنات دابا غادي نكبو هنايا. وهنا البنات غادي نغطي له هكايا من الفوق بشي حاجه، كنغطيه بالبابي الومنيوم باش ما يشملياش شي حاجه الا كانت في الثلاجه. المهم البنات هذا هو الفلون ديالي. الفلون ديالي غطيته من الفوق بالبابي الومنيوم باش ما يشملياش من الثلاجه هكا الرويح ديال الحوايج اللي في الثلاجه. المهم خليكم معايا، غادي نديرو دابا في الثلاجه يبرد ومن بعد نرجع باش نقدمو معكم ان شاء الله. المهم بنات انا رجعت معكم. هذا هو الفلون ديالي بعد ما برد وجبدته من الثلاجه وزينته باللوز هكايا، حمرته وزينته به وزينته باوغيو. المهم البنات كيف ما قلت لكم زينته باللوز، حمرته واحد شويه وباوغيو. اوغيو كيعجبني انايا مع المذاق ديال الفلون. المهم البنات تزيين حسب اللي عندك في الدار وعاوتاني بالطريقه باش بغيتي تزينيه نتيا. وهذا هو الفلون ديالي، نتمنى يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. راه رائع وزوين بزاف، كيجي زوين. انا هنا راه ما خليتوش يبرد مزيان، هو نورمالمون خصو يبات لي لوحده باش كيصدق لك واعر. المهم نتمنى تجربوها البنات، ديروه وتخليوه يبات لي الا بغيتو تقدموه كيف ما بغيتو. هنا الشكل ديالو ما كتقدريش تلعبي عليه كيف ما بغيتي، من الاحسن يبات ليله كامله باش فاش تجبديه كتحطيه ما كيضيعش ليك. هنا مازال خصو شويه يبرد. المهم بنات وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه والضغط على الزر باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.